يا مساء الفل عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 من اخر قصة. وعشان كده النهاردة جايبة لكم قصة جميلة جدا، ومتأكدة ان شاء الله انها هتعجبكم. بس قبل اي حاجة، يا ريت يا حلوين نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان اعملوا لايك وشير للفيديو، واللي ما عملش اشتراك في القناة يا ريت يعمل عشان يوصلكم كل جديد. ويلا، مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ يا بطبيط على قصتنا. بتبدأ قصتنا في أحد بيوت القاهرة، بيت فخم جدا، والبيت كان شغال فيه الأغاني من كل ناحية، وكمان البيت كان متزين بطريقة فخمة جدا لأنه فرح بطلتنا رانيا. وفي أوضة رانيا كانت رانيا قاعدة متوترة جدا وعمالة بتعيط ومش عارفة تعمل إيه خالص. كانت قاعدة بتكلم نفسها وبتقول: لا، أنا لازم أهرب من كل ده. ما هو أنا مش هتجوز الراجل العجوز ده مهما حصل. أبويا مش محتاج فلوس، بس مش عارفة ليه عايز يعمل فيا كده؟ كل ده عشان المصالح؟ عايز يجوزني راجل قد أبويا عشان خاطر شوية فلوس ممكن تطلع له من الصفقة دي، رغم إن إحنا أغنياء ومش محتاجين أي حاجة. أنا استحالة أقبل بالوضع ده مهما حصل. وهنا رانيا كانت قاعدة ولسه مستمرية في الكلام مع نفسها، بس قطع تفكيرها مع نفسها دخول أختها عليها وماسكة في إيدها فستان كبير جدا. يلا يا رانيا يا حبيبتي عشان تتجهزي، فستانك أهو، بابا لسه باعت الفستان. شايفة الفستان فخم قد إيه؟ ما هو انتي برضه مش أي بنت، ده انتي بنت أكبر رجل أعمال في البلد، ولازم تطلعي زي القمر. أنا عايزة مساعدتك يا مي، مش انتي أختي وبتخافي على مصلحتي أكتر مني؟ طب يرضيكي إن أختك تتجوز جوازة زي دي؟ أنا برضه أختك الصغيرة، حاولي تساعديني وتنقذيني من اللي أنا فيه ده. طيب يا بنتي، أنا في إيدي إيه أعمله؟ يا رانيا، يا رانيا، في إيه في إيدي أعمله وأنا ما عملتوش يا حبيبتي؟ أنا والله أقنعت بابا كتير جدا إن بلاش الجوازة دي، وإن الراجل كبير جدا عليكي، بس أنا معرفش هو ليه مقتنع. فأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه. طيب بصي، عايزاكي تساعديني أهرب من هنا. أنا لازم أمشي وأهرب، عشان أنا لو اتجوزت الراجل ده صدقيني أنا بصي ممكن أخلص على نفسي، وهيبقى ذنبي في رقبتك يا مي. يا مجنونة. طيب، طيب وانا يعني ههربك ازاي؟ هو انت مش عارفة ان ابوكي عامل حراسة علينا؟ يعني لو شافوكي بره البيت او لمحوكي هيجيبوكي من قفاكي في ثانية. طب بصي، روحي بس هاتيلي انت لبس من بتاع جوزك، ولو تعرفي تخرجي من البيت وتجيبيلي شنب وكمان دقن صناعي كده، تبقي عملتي معايا الواجب. انا كده هخرج من البيت من هنا على هيئة راجل، اكيد انا لو كنت بعمل ديكورات للبيت. ها، رأيك قلت ايه؟ وإينا مي ورانيا فضلوا يخططوا، وبعد وقت اقتنعت بكلامها، وفعلا خرجت من أوضة رانيا ونزلت على تحت علشان خاطر تخرج من البيت تجيب الطلبات اللي طلبتها منها رانيا. بس قبل ما تطلع لأبوها وقف قدامها بتكلم وقال: هو أنا مش قلتلك مفيش خروج؟ الحريم ما تخرجش من البيت، النهاردة الفرح. انت رايحة فين يا مي؟ هو أنا ليه كلامي ما بيتسمعش في البيت ده؟ مي بخوف وتردد: لا طبعا يا بابا، كلامك على راسي، أنا بس بصراحة. وهنا مي كانت متوترة جدا ومش عارفة تقول لأبوها إيه، كانت عمالة تهدي في الكلام. بس فجأة اتكلمت وقالت: أنت عارف بقى مشاوير البنات، لون الروج بتاع رانيا ما كانش لايق خالص معاها، شكله كان بشع جدا، وبصراحة بعت كذا حد يجيب لي روج، بس كان بيجيب لي درجات وحشة جدا، فأنا كان لازم أخرج أجيبه بسرعة وأجي. صدقني مش هتأخر يا بابا، وبعدين أنا مش العروسة، أنت خايف من إيه؟ ماشي يا مي، ماشي يا بنتي، بس ما تتأخريش، قدامك نص ساعة بالظبط وتكوني هنا عشان تجهزي أختك، عشان خلاص فاضل 3 ساعات والفرح يبدأ. وهنا فعلا مي قدرت إن هي تقنع أبوها وخرجت من البيت بسرعة، بس كانت متوترة وخايفة قوي. وبعد فترة من الوقت رجعت مي على البيت وطلعت بسرعة على أوضة رانيا. إيه يا بنتي، اتأخرتي كده ليه؟ كل شوية يجوا يسألوني لبست ولا لسه؟ في إيه؟ من ساعتها مش عارفة أدخل البيت بالكيس ده. أنا قايلة لأبوكي إن أنا رايحة أجيب صباع روج، لو شافوا الكيس ده كله في إيدي هيقولوا إيه ساعتها؟ يلا بسرعة، خلاص ما فضلش إلا ساعة والعريس يوصل على البيت، أنت لازم تمشي قبل ما هو يجي. وهنا فعلا رانيا لبست بنطلون وقميص رجالي، وكمان حطت شنب ودقن علشان تبقى شبه الراجل بالظبط، ولبست كاب على شعرها. ها، طالعة شبه الراجل
ولا باين عليا ان انا بنت؟ لا لا لا، ما تقلقيش، انت باين فعلا ان انت راجل. يلا بسرعة نطي من الشباك وامشي كده عشان محدش يقدر يوقفك، انما لو خرجتي من جوه البيت ابوكي قاعد تحت هيوقفك، واكيد هيعرفك من مجرد ما تتكلمي كلمة واحدة. طب انت هتعملي ايه مع بابا؟ انا خايفة بابا يأذيكي ولا يعمل فيكي حاجة. ما تقلقيش، انا هخرج دلوقتي وافضل لاهية نفسي في المطبخ عشان لو جه وسألني اقول له ان انا سبتك بتلبسي وكده، مش هيجي عليا حاجة. ما تقلقيش، يلا امشي يا رانيا، امشي وشوفي مستقبلك، بس خدي بالك من نفسك وطمنيني عليكي، بحبك قوي. وهنا فعلا رانيا فضلت ماشية بحذر جدا لحد ما قدرت ان هي تخرج برا الفيلا، وفضلت تجري بأسرع قوة ليها، ووصلت عند البحر وفضلت واقفة مش عارفة تعمل ايه. كانت واقفة بتكلم نفسها وبتقول أنا دلوقتي لو فضلت في البلد أكيد بابا هيجيبني، بابا عنده معارف كتيرة جدا، أنا لازم أخرج برا البلد، بس أنا دلوقتي هقدر أسافر إزاي؟ وهنا رانيا فضلت واقفة تفكر، وشوية وفجأة لقيت باخرة في البحر وفي ناس بتركب عليها، فقررت إن هي كمان تنزل وتركب الباخرة دي. وفعلا رانيا راحت وركبت الباخرة. الباخرة كان فيها ناس كتير جدا، ولأنها كانت قريبة من المينا فقدرت تركب، ومحدش قال لها رايحة فين. حاولت تستخبى من مكان لمكان جوه الباخرة، بس قعدت جنب 2 شباب على إنها شاب زيهم. وهنا رانيا سألت الشاب اللي قاعد جنبها، اتكلمت وقالت أمال يا صاحبي الباخرة دي رايحة على فين؟ أهلا بيك يا أستاذ، أنا اسمي إبراهيم، أنت اسمك إيه؟ هنا رانيا كانت مترددة جدا، بس اتكلمت وقالت اسمي أحمد، أنا عايزة أعرف الباخرة دي رايحة على فين، لأني شاكك إن أنا ركبت بالغلط ولا إيه، أنا مش عارف. ماشي يا أحمد، الباخرة دي رايحة القاهرة. هو أنت مالك صوتك رفيع ولا أنت بتحاول تتخنه؟ هو صوتك ماله؟ هنا رانيا اتوترت أكتر، وقبل ما تتكلم لقيت الشاب اللي قاعد جنب إبراهيم كان اسمه محمد بيتكلم وبيقول أحب أعرفك بنفسي يا أحمد، أنا محمد صاحب إبراهيم من أيام الطفولة، ولو أنت مش عارف الطريق إحنا معاك وهنفضل معاك ونساعدك، بس فعلا إيه حكاية صوتك الرفيع أوي ده؟ وهنا رانيا اتنهدت واتكلمت وقالت معلش يا أصحابي، أصل أنا وأنا صغير حصل لي مشاكل في الأحبال الصوتية ومعرفوش يعالجوها، فعشان كده صوتي بقى مدي كده إن هو رفيع على تخين. إحنا آسفين جدا لو ضايقناك، بس خلاص كلها ربع ساعة والباخرة هتوصل، انت رايح على فين كده؟ هنا رانيا سرحت شوية وافتكرت ان هي هربانة ومش عارفة تروح فين ولا هتيجي منين، وبعد كده اتكلمت وقالت بصراحة انا ماليش اي حد خالص، يعني لو انتوا تقدروا توفروا لي سكن وشغل هيكون جميلكم ده فوق راسي. ايه رأيك يا ابراهيم نخلي احمد يشتغل معانا في الفندق وهو يبات معانا في نفس أوضة السكن؟ هنا رانيا اتصدمت جدا لما سمعت إن هي تقعد معاهم في نفس الأوضة، بس إبراهيم اتكلم وقال خلاص يا أحمد ما تشيلش أي هم، السرير كبير ويسعنا إحنا التلاتة، وكمان هنوفر لك شغل، أنت شكلك عيل غلبان. هنا رانيا هزت دماغها بالموافقة، ما اتكلمتش ولا كلمة، وما كانتش عارفة تعمل إيه أو تتهرب منهم إزاي. فضلت قاعدة تتكلم ما بينها وما بين نفسها وبتقول إيه دي يا رانيا، إيه دي، هما دلوقتي دخل عليهم الدور ان انت راجل، حتى لو قعدتي معاهم محدش هيقدر يكتشف ان انت بنت. طبعا انت مش هتغيري قدامهم، تفضلي محافظة على الشنب والدقن قدامهم والطاقية، بس لازم تشتغلي عشان انت معكيش فلوس. ايوه لازم توافقي على العرض ده لحد ما تعرفي البلد، وبعد كده تسيبيهم وتروحي شغل تاني. ايوه انا لازم اعمل كده. وفي مكان تاني وخصوصا في بيت رانيا كان أبو رانيا اكتشف هروب رانيا من البيت، وكان قاعد متعصب جدا عمال بيتكلم وبيقول أكيد أنت اللي ساعدتي أختك عشان تهرب من هنا صح؟ قولي يا مي، قولي الصراحة، أنت ليه عملتي كده؟ طب ليه يا بنتي؟ ليه تجيبولي العار؟ بسببك أنت حصل فينا كده، أنا اتجوزت واحد مش بحبه، وأختي كنت عايز تجوزها واحد أكبر منك، كل ده عشان الفلوس، رغم إن أنت مش محتاج فلوس. كل اللي احنا وصلنا له ده انت السبب فيه يا بابا. انا كنت عايز اضمن لكم مستقبلكم يا بنتي، عشان كده جوزتكم ناس غنية. انتوا ليه مش فاهمين كده؟ انتوا بسبب اللي عملتوه ده خليتوا الراجل ينهي معايا كل شغل. عارفين انتوا عملتوا ايه؟ ايوه بقى قول كده،
عشان خاطر الشغل والفلوس، مش عشان خاطر تضمن مستقبلنا. أنا دلوقتي بحمد ربنا إني سمعتي كلام رانيا وهربتها من هنا قبل ما تبقى ضحية زيي. أنا من النهاردة خلاص ما عنديش بنات، غوروا في داهية. وإحنا كمان يا بابا ما عندناش أب، لأن كلمة أب كبيرة أوي، كبيرة عليك. الأب هو اللي بينقذ عياله من أي شر، إنما أنت عايز ترمينا في النار عشان خاطر تمشي مصالحك. وهنا مي سابت أبوها ومشيت وخرجت من البيت وهي مبسوطة إن فعلا رانيا قدرت تهرب وما اتجوزتش الراجل ده. ونرجع تاني على الباخرة، وهنا طول الطريق فضلت رانيا سرحانة ومش عارفة تعمل إيه. وهنا إبراهيم قطع تفكيرها مع نفسها، اتكلم وقال: أمال أنت يا أحمد إيه حكايتك؟ إيه اللي جابك هنا؟ وأنت ما تعرفش أي حاجة خالص، وإيه اللي ركبك معانا الباخرة؟ أكيد في مشكلة وراك. هنا رانيا اتكلمت وقالت: أبويا كان عايز يجوزني بنت عمي المعفنة بقى، عشان كده هربت وسبت لهم الدنيا كلها ومشيت. وهنا إبراهيم ومحمد انفتحوا في الضحك، ما كانوش قادرين يوقفوا ضحك لما عرفوا السبب وراء هروب محمد. رانيا كمان فضلت تضحك علشان تداري على طريقتها في الكلام وعلى السبب اللي هربت عشانه، عشان محدش يكشفها. وبعد فترة من الوقت كانت وصلت الباخرة على القاهرة. رانيا فضلت ماشية مع محمد وإبراهيم وهي ساكتة خالص لحد ما وصلوا على الفندق اللي بيشتغلوا فيه. ده يا أحمد الفندق اللي احنا بنشتغل فيه، وما تقلقش صاحبه راجل طيب جدا، أول ما هنقوله هيوافق على طول على شغلك هنا. بس أهم حاجة فين البطاقة بتاعتك عشان خاطر أديها له. وهنا رانيا كانت مرتبكة جدا وما كانتش عارفة تعمل إيه. أكيد لو اديتهم البطاقة أمرها كله هينكشف، فاضطرت إنها تكذب وتقول: معلش أصل أنا هربت ونسيتها في البيت. خلاص يا محمد مفيش مشكلة، أنا هكون ضامن ليك. أنا متأكد إن أنت إنسان كويس جدا ومش هتعمل أي مشاكل ولا يسرق أي حاجة. محمد وإبراهيم دخلوا أقنعوا صاحب الفندق وفعلا وافق إن رانيا تشتغل معاهم. صاحب الفندق: دلوقتي يا أحمد أنت موظف عندنا هنا في الفندق، هتمسك جزء التقديم كله على الزباين ومش عايز أي شكاوى منك خالص. هنا رانيا حاولت إن هي تغير صوتها على القدر المستطاع، اتكلمت وقالت: ما تقلقش يا فندم، إن شاء الله هكون عند حسن ظنك. طيب يلا اطلعوا على أوضتكم ريحوا، انتوا لسه جايين من سفر وكمان ساعتين انزلوا عشان خاطر تستلموا الشيفت بتاعكم. هنا رانيا كانت مترددة جدا بس ما كانتش قدامها حل غير إنها تطلع معاهم على الأوضة. وفعلا طلعت معاهم على الأوضة. الأوضة ما كانش فيها غير سرير واحد بس كبير جدا. هي فضلت تحاول تهدي في نفسها، اتكلمت في نفسها وقالت: اهدي يا رانيا اهدي، انت ممكن تبقي تحطي مخدة ما بينك وما بينهم، السرير كبير، ما تخافيش ان شاء الله كله هيعدي، او لما يناموا ابقي نامي انتي في الارض. وهنا قطع تفكيرها محمد وهو بيتكلم وبيقول: مالك يا احمد، هو انت على طول سرحان كده؟ على العموم فوق يلا، انا هنزل اروح اجيب اكل على ما انتم تفوقوا وتغيروا هدومكم، لبس الشغل اهو. هنا ابراهيم ابتدى يقلع هدومه عشان خاطر يغير قدام رانيا. رانيا اتوترت جدا، اتكلمت وقالت: انت بتعمل ايه يا حيوان انت؟ هو انت هتقلع هدومك هنا؟ هنا رانيا حست انها اتكلمت بانتفاعية، فحاولت انها تغير طريقة في الكلام وتقول: قصدي يا صاحبي المروحة شغالة، ممكن تاخد برد، ادخل غير في الحمام احسن، ما تبقاش عيل فافي كده. يلا اقلع وغير هدومك، المروحة ما بتأثرش فينا. هنا رانيا اخدت منه الهدوم، اتكلمت وقالت: لا يا عم، انا بخاف على نفسي من البرد، انا هدخل اغير في الحمام. هنا رانيا فعلا دخلت الحمام وغيرت هدومها، حمدت ربنا ان الهدوم واسعة عليها جدا عشان طبعا ما يبانش ملامح جسمها وانها بنت. وبعد فترة من الوقت رانيا نزلت وابتدت شغلها، كانت فرحانة جدا بالشغل وكان كل الزباين بتشكر فيها لصاحب المحل. وقتها صاحب المحل بعت لها، فرحت جدا: خير يا فندم، عرفت ان حضرتك عايزني. برافو يا احمد، من اول يوم ليك في الشغل خليت الناس كلها تشكر فيك، انا عايزك على طول كده، مش النهارده وبس، عايزك دايما متحمس وكويس كده. هنا رانيا كانت فرحانة جدا، اتكلمت وقالت: السحر بيسحر كل الزباين وكل زباين هتشكر فيا ليك على طول، انا دايما هعجبك يا فندم، صدقني عمرك في يوم ما هتندم ان انت شغلتني هنا. انا بحب الانسان الواثق في نفسه زيادة عن اللزوم، وانت من النوع ده، عشان كده دايما هتحرص ان انت تقدم افضل حاجة عندك.
هنا رانيا فرحت بكلام صاحب الفندق، ابتدت تكمل شغلها، وكانت بتعمل في شغلها بحب جدا. وبعد يوم طويل طلعت أخيرا على الأوضة، وكان معاها محمد وإبراهيم. تعالى بقى يا عم أحمد، اقعد ما بيننا كده وقول لنا انت طلعت ازاي بتفهم في الشغل ده كله من غير ما حد يعلمك أي حاجة. ده انت يا عم خليت الزباين كلها طلع تشكر فيك كمان. رانيا كانت هتموت من الكسوف، لأن هم مقعدينها ما بينهم الاتنين، وشوية شوية تحس إنهم كانوا هيطلعوا يقعدوا فوق رجلها من كتر ما هم قريبين منهم. زقتهم بقوة واتحركت وقامت ما بينهم واتكلمت وقالت: بقول لكم ايه، انا مش بحب التلزيق ده، وبعدين هو انتوا غيرانين مني ليه؟ انا بصراحة كده كنت دارس سياحة وفنادق، عشان كده فاهم في الشغل. لو عايزين يعني تتعلموا قولولي، وانا مش هبخل عليكم. الله الله يا استاذ احمد، ده انت كمان اللي هتعلمنا؟ ده انت شكلك انت اللي هتخلينا نتكرش من الشغل ده اصلا من كتر ما الناس بقت بتشكر فيك انت. رانيا اتهدت واتكلمت وقالت: انا مش واطي للدرجة دي، انا اخليكم تمشوا من الشغل؟ ده انتم السبب في اني انا اشتغل هنا، وانا عشان كده هعلمكم واخليكم زيي عشان يبقى جميل قصاد جميل، وانا ما بحبش يبقى عليا جميل لحد. وهنا كلهم فضلوا يضحكوا على كلام رانيا. وجه ميعاد النوم. رانيا كان فضل تحاول تبعد عنهم قدر المستطاع وهي نايمة، وبعد ما اتأكدت ان هما الاتنين ناموا نزلت ونامت على الأرض. وعدى يوم ورا التاني ورا التالت ومحدش كشفها، والحال استمر لمدة شهر تقريبا. وفي يوم كانت رانيا في الأوضة بتغير هدومها، وما كانش في أي حد في الأوضة. يا نهار أزرق، أنا خايفة يكون في حد منهم الاتنين بره. أنا إزاي أنسى الكاب بتاعي وكمان التيشيرت الواسع بتاعي؟ ده أنا لو خرجت كده هنكشف. هنا رانيا فضلت متوترة وخايفة تخرج من الحمام تلاقي حد منهم في الأوضة، فقررت إن هي تنده بأعلى صوت عليهم. فضلت تنادي عليهم، ما لقيتش أي رد، فتأكدت إن مفيش حد في الأوضة. هنا رانيا فرحت جدا، كانت واقفة بتكلم نفسها وبتقول: الحمد لله يا بنتي يا رانيا، مفيش أي حد هنا، يلا اخرجي خدي هدومك والبسي على راحتك. وفعلا رانيا خرجت، بس بمجرد ما خرجت لقيت إبراهيم داخل الأوضة وشافها. هنا رانيا حاولت إنها تجري بسرعة على الحمام، بس إبراهيم مسكها من إيدها اتكلم وقال: مش عايز تقولي الحقيقة برضو يا أحمد؟ أنا كنت شاكك فيكي من أول يوم جيتي فيه، ونومك في الأرض بعد ما احنا كنا بننام. أنا كنت ملاحظ كل حاجة، بس أنا كنت بكدب نفسي. مش عايزة بقى تقوليلي الحقيقة؟ رانيا اتفتحت في العياط وما كانتش قادرة تتكلم، وقالت: أنا آسفة، أنا آسفة جدا يا إبراهيم إن أنا خدعتك أنت ومحمد، بس أنا خفت أعرفكم إن أنا بنت تطمعوا فيا، فعلشان كده فضلت مستخبية في لبس الرجالة ده، وعملت نفسي راجل على قد ما قدرت عشان أقدر أشتغل وأصرف على نفسي. انت تعرفي إن أنا كنت حاسس إن انت بنت من أول يوم شفتك فيه، لأني كان جوايا مشاعر ناحيتي غريبة جدا ما كنتش عارف أفهمها، بس دلوقتي فهمتها. بقولك إيه، انت لو مفكر إن أنا بنت من إياهم، لا يا حبيبي، تبقى بتحلم. ولو انت هتتستر عليا مقابل أي حاجة في دماغك، أنا مش بنت من النوع ده أبدا. لا 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 والله، انت فهمتيني غلط، أنا مش قصدي أي حاجة، وأنا مش هتكلم ولا كلمة يا رانيا، بس احنا لازم نعرف محمد صاحبي، وأنا ما بقدرش أعمل أي حاجة من غيره. صدقني أنا محتاجة الشغل هنا، ومش عايزة حد يعرف عشان خاطر عيشي ما يتقطعش. أرجوك أرجوك ساعدني وبلاش تعرف أي حد. وهنا إبراهيم وافق على طلب رانيا. طب البسي، البسي يلا بسرعة عشان شكل محمد جاي اهو. وهنا رانيا كانت طايرة من الفرحة إن إبراهيم هيستر عليها ومش هيتكلم ولا هيقول لها أي حد أي حاجة. هو انتوا الاتنين قاعدين هنا تتكلموا وسايبين الشغل؟ صاحب الفندق عمال يسأل عليكم، يلا بسرعة أحسن ما تترفدوا. وصدقوني أنا مش هصرف عليكم جنيه من مرتبي. أيوة، أنا كنت بشوف أحمد وجاي على طول أهو، يلا بينا. رانيا اتكلمت وقالت: أيوة يلا بينا يا شباب، ما ينفعش نتأخر أكتر من كده. رانيا نزلت على الشغل، كملت شغلها، وكانت ملاحظة إن نظرات إبراهيم عليها ومش بتروح أبدا. وفجأة وهي بتقدم على حد من الزباين، واحد قام ومسكها من إيدها على إنها راجل يعني. وقتها إبراهيم اتعصب جدا، راح للراجل واتكلم وقال: على فكرة انت ما ينفعش ان انت تمسكه من ايده بالطريقة دي، ده انت هنا في مكان محترم. رانيا كانت خايفة جدا لإبراهيم يكشف سرهم، كلمت وقالت: مش بيتعارك معايا ولا حاجة،
ده هو كان عايز بس يديني بقشيش مش أكتر يا إبراهيم. أنت فاهم المواضيع كلها غلط. أنا آسف جدا يا فندم. بحسب فيه مشكلة ولا حاجة. حقك على دماغي لو أنت زعلان. وعدى اليوم ورانيا طلعت على الأوضة مع محمد وإبراهيم، بس اللي كانت ملاحظة تغير إبراهيم الجامد جدا عليها وغيرته كمان. وبعد فترة من الوقت كانت قاعدة رانيا وإبراهيم ومحمد بيتفرجوا على التلفزيون، وفجأة محمد راح وحط إيده على رانيا وأخدها تحت كتفه واتكلم وقال: بس أنت برضه يا واد يا أحمد، ده مش هتقولي واكل الجو مننا كده إزاي؟ هو أنت بتعمل عمل للزباين ولا إيه؟ هنا إبراهيم اتعصب جدا وراح شد محمد بقوة جدا. إيه يا إبراهيم؟ مالك بتشدني كده ليه؟ هو أنت عايز تتعارك معايا ولا إيه؟ هو أنا عملت لك حاجة يا ابني؟ هو أنت قاعد كده ليه؟ ما تبعد شوية عنه. هنا رانيا حاولت إن هي تداري على موقف إبراهيم، كلمت وقالت: مفيش مشاكل يا إبراهيم، هو زي أخويا وأنا بحب أقعد معاه. ماشي، ما عنديش مشاكل إن أنتوا تقعدوا، بس ما تقعدوش كده، ده إيه القرف ده؟ وهنا إبراهيم كان متعصب جدا وخرج للبلكونة اللي فيها الأوضة. محمد كان مستغرب جدا موقف إبراهيم، فضل قاعد يتكلم ما بينه وما بين نفسه ويقول: هو ليه إبراهيم غار على أحمد بالطريقة دي؟ إحنا مش فاهم حاجة، بس كده في حاجة كبيرة قوي. أنا متأكد إن إبراهيم مخبي عليا حاجة، أصل ده صاحبي وأنا عارفه، ده إحنا بقالنا سنين مع بعض وعمره ما عمل كده. هي إيه الحكاية بالظبط؟ وهنا عدى اليوم ومحمد فضل حاطط إبراهيم وأحمد، أو يعني رانيا، في دماغه، وفضل كل يوم يراقبهم. وكمان كان بيلاحظ إن إبراهيم وأحمد دايما بيقفوا مع بعض كتير، بيتكلموا وبيضحكوا. وبعد مرور أسبوع كانوا التلاتة قاعدين في الأوضة. في وقتها إبراهيم اتكلم وقال: ما تيجي معايا يا أحمد مشوار، نجيب أكل ونتسلى شوية وإحنا ماشيين. هنا رانيا كانت مستغربة جدا، بس وافقت إن هي تروح معاه. هو أنا دلوقتي بقت كخة ولا إيه يا عم إبراهيم؟ ما أجي معاكم أنا كمان؟ لا يا حبيبي، مش كخة ولا حاجة، ده أنت صاحبي الوحيد. بس أنا يعني كنت عايزك تريح كده، عشان أنت النهاردة تعبت جامد في الشغل، فعشان كده قلت أخد أحمد معايا. هنجيب أكل ونجيب لك أنت كمان معانا. ها، تسلم وتعيش يا صاحبي، دايما خايف عليا، ما تتأخروش عليا بقى. وهنا فعلا إبراهيم ورانيا خرجوا، ومحمد فضل قاعد يفكر ويقول: أكيد الاتنين دول مخبيين عليا سر، عشان كده عايزين يبقوا لوحدهم. أنا لازم أمشي وراهم وراقبهم وأشوفهم بيروحوا فين بالظبط. هنا فعلا محمد طلع ومشي ورا إبراهيم. كان إبراهيم ورانيا ماشيين في الشارع، كان إبراهيم ساكت خالص وهو مش بيتكلم. رانيا اتكلمت وقالت: شكرا ليك يا إبراهيم على إنك لحد دلوقتي ما عرفتش أي حد عن السر بتاعي، بجد شكرا ليك. وقفي هنا يا رانيا، أنا جبتك هنا الحديقة دي عشان بعيد عن الفندق بتاعنا، وبصراحة أنا عايزة أتكلم معاكي وأقولك على مشاعري، لأني مش قادر أخبيها أكتر من كده. اتكلم يا إبراهيم، أنا سامعاك. بصراحة يا رانيا أنا بحبك قوي، وتعلقت بيكي أكتر وأكتر، وكل يوم بتعلق بيكي أكتر. ولما أي حد بيقرب منك بقى أنا بغير جدا، وببقى عايز أمسكه أقسمه نصين. صدقيني أنا بحبك قوي وعايزة أتجوزك، عشان كده لازم الكل يعرف حقيقتك إن أنتي بنت. بصراحة يا إبراهيم أنا مش هكدب عليك، بس أنا كمان حاسة ناحيتك بمشاعر، حاسة كده إن أنا بحبك، وكنت بحاول إن أنا ألغي الشعور ده من جوايا عشان تعرف الموقف اللي أنا فيه. ما هو مش هينفع بعد كل ده الناس تكتشف إن أنا بنت. يا ستي أنت هتعملي نفسك مشيتي من الشغل، ومحمد هنعرفه، والموضوع يبقى خلص على كده، ونتجوز بقى ونعيش حياتنا. وصدقيني أنا مش هخليكي محتاجة أي حاجة، أنا بحبك يا رانيا، قدري مشاعرك. خلاص، وأنا موافقة، بس طبعا هنستنى يعني كام يوم كده على الشهر خلاص قرب يخلص، عشان ما ضيعش مرتبي على الفاضي. حرام، أنا اشتغلت الشهر ده كله. خلاص يا ستي، وأنا مش هعرف محمد غير لما تقبضي، عشان هو لسانه بيقع بالكلام. طبعا كان محمد بيراقبهم، وكان سمع 3/4 كلامهم. كان واقف بيكلم نفسه وبيقول: بقى عشان كده بقى يعني أحمد طلع مش راجل، وكمان في قصة حب ما بينهم. هو أنا بقى الأطرش في الزفة اللي معيشني معاهم من غير ما أعرف أي حاجة؟ ويا عالم كانوا بيعملوا إيه مع بعض؟ لا، أنا لازم أرجع بسرعة، عشان هما زمانهم هيروحوا دلوقتي، لازم يلاقوني في البيت. وهنا بعد فترة من الوقت كان روحوا إبراهيم ورانيا على البيت، ولقوا محمد نايم. محمد لحق ينام. يلا
روح نام جنبه وأنا هنام في الأرض. ماشي يا ملاكي. هانت كلها 4 أيام وتبقي معايا وملكي أنا لوحدي. عدى اليوم، وتاني يوم الصبح كالعادة محمد وإبراهيم راحوا على شغلهم، ورانيا كانت بتنزل بعديهم بحوالي نص ساعة. كانت واقفة في الأوضة بتغير هدومها، فجأة طلع محمد عليها. هي لحقت إن هي تغير هدومها، فاتكلمت وقالت: إيه يا محمد، راجع ناسي حاجة ولا إيه؟ كنت قول لي يا جدع وأنا نازل أجيبها لك. طيب أنا بقولك يا رانيا ولا أقولك يا أحمد، لأن أنا آجي وأتأكد بنفسي إذا كنت بنت ولا ولد، ما أنا مش هفضل مخدوع كده. هنا محمد فضل يقرب من رانيا بيشدها من هدومها. رانيا حاولت إنها تبعد عنه واتكلمت وقالت: ابعد عني يا حيوان، أنا ما كنتش متوقعة أبدا إن أنت إنسان واطي للدرجة دي. وبعدين أنت عارف إبراهيم لو عارف إن أنت بتعمله ده هيموتك. هو أنت عاملة عليا أنا شريفة؟ وأنا أقولك كل يوم ليه بلاقيكم واقفين لوحدكم وعايزين تقعدوا لوحدكم؟ كنتوا بتعملوا إيه بقى؟ ما تعرفيني ولا أقولك؟ تعالي نعمل زي ما كنت بتعملي مع إبراهيم. رانيا اتصدمت جدا، ضربت محمد بالقلم على وشه، مسك التليفون بسرعة واتصل على إبراهيم. كلمته وقالت: الحقني يا إبراهيم، الحقني. هنا محمد مسك التليفون من إيدها وقفله بسرعة وشد من على دماغها الكاب اللي كانت لابساه، كمان قطع التيشيرت الواسع اللي هي كانت لابساه. راح قفل الباب. إبراهيم فضل يخبط على الباب، وبسبب خبطه على الباب لم الكل عليهم. إبراهيم قدر إن هو يكسر الباب ودخل، وأول ما رانيا شافته طلعت تجري عليه، اترمت في حضنه، كلمت وقالت: احميني من الحيوان ده. وهنا إبراهيم فضل يضرب في محمد، اتكلم وقال: ما كنتش متوقع إن صاحب عمري يطلع بالقذارة دي. ليه بتعمل كده؟ أنا كنت هعرفك كل حاجة يا غبي. هنا رانيا اتفاجئت إن كل اللي كان في السكن واقفين وبيتفرجوا عليهم، ما بقتش عارفة تعمل إيه ولا تتصرف إزاي. بس فجأة لقيت محمد بيتكلم وبيقول: الأستاذ اللي كان عامل نفسه أحمد طلع بنت، وكمان عايشة مع إبراهيم، وجاية عليا أنا وتضربني. اشمعنى أنت يا عم؟ ده انتوا كنتوا بتعملوا كل حاجة من ورا قفايا. هنا الناس كلها ابتدت تبص لرانيا بنظرة استحقار جدا، واللي فيهم بيتكلم ويقول: احترمي نفسك، واللي فيهم يقول: لازم تطلعي من هنا. رانيا فضلت تعيط، وقعت في الأرض من كتر العياط. وقتها إبراهيم ساب محمد واتكلم وقال قدام الكل: رانيا بتكون مراتي، ورانيا ما عملتش أي حاجة غلط، بس في ناس هي اللي دماغها قذرة عشان مفكرة إن الدنيا كلها زيها. يلا بينا يا رانيا من هنا. هنا إبراهيم أخد رانيا ومشي وسافر ورجع على بيت أهله. هو ده بيتك؟ بس ما فيش حد من أهلك عايش فيه ليه؟ أنا أهلي ماتوا، أنا ما كانش ليا إخوات، ودلوقتي إحنا هنعيش في البلد دي، وده هيكون بيتك. أنا اتصلت على المأذون وهو جاي عشان نكتب الكتاب، كتابي على 6 البنات. وهنا فعلا اتكتب الكتاب. وصل إبراهيم ورانيا واتجوزوا، وكانوا مبسوطين جدا إنهم أخيرا بقوا مع بعض. وبعد فترة من الوقت لقوا محمد داخل عليهم وهو بيتكلم وركع على رجليه: سامحوني، أنا آسف، أنا مش عارف أنا عملت كل ده إزاي، سامحوني، سامحني يا صاحب عمري، سامحيني يا مرات أخويا، حقكم على دماغي. بعد الفضايح اللي أنت عملتها دي كلها ليك عين تيجي هنا؟ اخرج بره البيت ده وما اشوفش وشك هنا تاني. أنا بجد بكرهك، أنا كنت بعتبرك أخويا وبحبك، بس بجد بعد اللي عملته أنا بكرهك. هنا محمد حاول إن هو يترجاهم إنه يصالحهم ويرجعوا معاه زي الأول، بس هم ما كانوش قادرين يسامحوه بعد اللي عمله، وخلوه يمشي من البيت ويرجع تاني على البلد اللي هو كان فيها. إنما بقى رانيا وإبراهيم كانوا عايشين مع بعض أجمل أيام حياتهم. ده أنا أمي دعياني في ليلة القدر عشان أتجوز واحدة بالجمال ده. ما كنتش متوقع إن هيجي يوم وأحبك، بس أنا فعلا حبيتك، وأنا ما كنتش أتوقع يجي يوم وأحب واحد ويحافظ عليا بالطريقة دي. شكرا يا إبراهيم، شكرا على كل حاجة عملتها ليا في حياتي. أنا بجد بقضي معاك أسعد أيام عمري. وهنا يا حلوين بتكون انتهت حكايتنا. أتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، وإن لسه مشتركش في القناة ياريت يتأكد إنه اشترك فيها عشان يوصله إشعار أول ما ننزل أي حكاية جديدة. أشوفكم على خير القصة الجاية. باي باي.